أرد. ارتفع. هنا إمري 17، لدينا حالة طوارئ. طائرة ذخيرة أمريكية مضطرة لهبوط طارئ. ارتفع. أدرها. لم يملك القدرة على التحكم في الطائرة. استدر لليمين. أريد قوة. المزيد؟ نعم. يحاول الطيارون جلب طائرتهم من طراز DC-8 إلى قرب المسار. هيا. كما قلت من قبل، لقد فقدنا طائرة. إنه نطاق حربي الآن. أنت جاهز؟ لكي يفهموا ما الخطأ يتصل المحققون بزميل الطاقم وصديقهم. ما زال بإمكاني سماعه. إنه لا يتوقف. أنت من قفز من المقعد؟ أجل سيدي. ما كان سبب التأخير؟ زجاج أمامي جديد. وهذا يستطيع أخذ 4 إلى 5 ساعات من اليوم؟ هذا يعطل اليوم بأكمله. أتريدهم أن يضعوه بالشعلة اللاصقة؟ سيكون جانبي أكثر أمانا. أجل، وهذا هو الأهم. القبطان كيفن ستيفلز يستعد لقيادة الطائرة إمري 17، وضابطه الأول هو جورج لاند. هم ينقلون المؤن عبر البلاد على متن طائرة من طراز DC-8 عمرها 30 عاما. طراز DC-8 نوع ممتاز من الطائرات، وكأنها مبنية لتكون دبابة. القبطان جون أولبرايت دخل فندقا للتو بعد انتهائه من آخر مناوبة له على طائرة إمري. DC-8 كانت طائرة قبطان على ما أظن، لقد تطلبت الكثير من العمل والكثير من الجهد. تجمل نفسك لأجل سيد الحمولات؟ على الأقل أحاول أن أبدو احترافيا. الطاقم كان رائعا، كانوا يستمتعون برفقة بعضهم بعضا ويستمتعون بالعمل، وكانوا متأهبين للعمل. لقد طرت مع جورج عدة مرات، كان مبتسما دائما وودودا، وقد ظننا أن ذلك مضحك لأننا كنا نقود طائرة ليلية ولم يرنا أحد غريب. القبطان ستيبلز يبدأ يومه كراكب في الطائرة أثناء طيرانها من دايتن في أوهايو إلى رينو في نيفادا. أخذ دور القبطان في رينو وطار إلى ساكرامنتو، والآن يعيد هو والضابط لاند طائرة المؤن إلى دايتن. مرحبا. هذه خطة النقل؟ قبل أن ينتهوا من تحميل آخر المقصورات، يقومون بإعطائنا قائمة عن كل المقصورات وكم وزنها وعن موقعها في الطائرة. تفضل. شكرا. ثم نأخذ تلك المعلومات ونحسب الوزن وتوازن الطائرة لنتأكد أن كل شيء صحيح. جرى الفحص وجرى إغلاق أبواب المؤن. سينضم للطائرين المهندس راسل هيكس. المهندس الجوي هو من يتولى كل الأنظمة الكهربائية والهيدروليكية. هو كان الرجل وراء الستار إن صح لي القول. هو من كان يبقي الطائرة بحالة سليمة. هيا بنا، الموجه الأيسر في المركز. هيا بنا. الموجه الأيسر في المركز. جاهز. أثناء سيرهما نحو المسار يجري الطيران سلسلة من التفحصات. الموجه الأيمن في المركز. جاهز. المصعد الأمامي ومؤشر العودة. وضعية المصعد والمؤشر جاهزان.
لا شيء سوى الكفاءة السلسة في المقصورة. الآن قائمة المسار الجانبي. المسار الجانبي، الرفرفات والفتحات. 15 ل 15 ل 15 أضواء الفتحات مطفأة. 15 ل 15 ل 15 أضواء الفتحات مطفأة. تجلس أحيانا في المقصورة وتنظر إلى خارج النافذة وتقول في نفسك: لا أصدق أنني أتلقى أجرا لأقوم بهذا العمل. قائمة التفحص أنجزت. المروحية 16719، أبلغوا موقعكم إلى ميثر. يبدو أنه يحصل على تدليك. حين يجري تعيين جدول لك فستعلق مع نفس الرجال الثلاثة لمدة شهر، وهكذا يصبحون كعائلتك. لم أصعد يوما في هذه المروحيات من نوع إير ستار، إنها مثل الفرار في عالم المروحيات. تتناول طعام العشاء معهم، تتسكع معهم في أوقات الاستراحة، وتتقرب كثيرا مما يطير معك. الطائرة إيميري 17 في ساكرامنتو، أنتم جاهزون للإقلاع؟ الطائرة إيميري 17 سنتصل حين نصبح في الهواء. لقد سمح المتحكمون للطيارين بالإقلاع، ويبدأ حتى برسم خطة مسار من ماذر إلى أوهايو. في ذلك اليوم المحدد كنت في مدينة سولت ليك، وقد كنت في السرير وكان التلفاز يعمل خلفي. نعم، هذا أنا. نعم، لقد دخلت الفندق للتو. وصلنا لسرعة الهواء. سرعتنا جيدة. 150 كيلومترا في الساعة. 150. المصعد. مجرد تفحص روتيني آخر. السرعة الأولى. أدرها. ولكن مع صعود مقدمة الطائرة عن الأرض، تمايلت طائرة DC-8 إلى الأعلى على نحو حاد أكثر من اللازم. انتبه للذيل. وجدوا أن لديهم مشكلة، فالطائرة تدور أثناء إقلاعها عن المسار. السرعة الثانوية لها معدل إيجابي. لاحقت صدمة يسرى بهذا الإقلاع المفاجئ. توليت الأمر. توليت؟ نعم. لم يعد الأمر روتينيا. علينا العودة. ماذا؟ مركز الثقل قد تغير. عليهم العودة إلى المطار بأسرع ما يمكن. هنا الطائرة إيميري 17، لدينا طوارئ. أعد ما قلته؟ حين يعلن الطيار عن حالة الطوارئ، فعلى المتحكم أن يعرف أن هذا ليس موقفا غريبا فحسب، بل موقف في غاية الخطورة أيضا. إيميري 17، لدينا حالة طوارئ، قم أنت بالتدوير وأنا أدفع. هناك 3 طيارين يعملون بانسجام، وهذا جيد لإدارة مقصورة الطيران. أرض، ارتفع. إنذار قرب الأرض يبدأ بالعمل. أرض، ارتفع. نحن نسقط يا رفاق. حسنا. ارتفع. أرض. استدر بها. طائرة DC-8 تصعد من جديد. هيا. ولكن ما زال الطيارون يعانون في التحكم فيها. إيميري 17، لدينا مشكلة توازن كبيرة. إيميري 17 علم. دخلت الطائرة في حالة من الاضطراب، النزول ثم الصعود ثم النزول وبعده الصعود. استدر نحو اليمين. ارتفع. أرض. ادفع. ارتفع. ادفع نحو الأمام. يدفعون أعمدة التحكم للأمام في محاولة يائسة منهم لموازنة الطائرة. أحتاج إلى القوة. المزيد؟ نعم. استدر يسارا. حسنا. ما أحاول فعله هو مماثلة وضع الطائرة مع وضع المصعد، ولهذا أحاول تمييلها. سنحاول الهبوط بها أثناء الالتفاف. كانوا يحاولون العودة إلى ماذر، وقد كان ذلك أمرا صعبا لأن الطريق طويل جدا وهم لا يتحكمون جيدا في الطائرة. استدر بها. يا للهول. انخفاض شديد. أرض. هل اقتربنا من المطار؟ انخفاض شديد. أرض. لا تحوي ماذر الكثير من الأضواء المحيطة، إنها ما يطلق عليه بالثقب الأسود. ارتفع.
استدر بها. أحتاج إلى القوة. ارتفع. استطاع القبطان وطاقمه إيصال الطائرة المعطلة إلى القرب من المسار. كل شيء كان يسير على ما يرام. لقد عاد إلى خلف المطار. علموا أنهم إن استطاعوا الذهاب إلى خلف المطار فسيكون هناك فريق إنقاذ كان بإمكانه مساعدتهم. لم يبق لهم أكثر من 1.5 كيلومتر. ما زالوا يفكرون فيما يجب فعله تاليا، ولكنهم يعلمون أنهم يحتاجون إلى الهبوط عاجلا أم آجلا. هيا هيا. لا. قبطان طائرة إيمري يرتاح في غرفة فندقه في مدينة سولت ليك. جاءت قناة CNN وقد كنت أحدث زوجتي على الهاتف، وكان هناك الكثير من الإنذارات والأضواء اللامعة على التلفاز، وقد شتت ذلك انتباهي. حين نظرت إلى التلفاز رأيت إيمري. طائرة DC-8 أقلعت من مطار ماذر وقد واجهت مشاكل على الفور. الطائرة مع طاقمها سقطوا. قلت بعدها يا للهول، لقد خسرنا طائرة. لقد أصابت الطائرة بناء في ساحة التجميع. قالت ماذا تعني؟ قلت لها أن تشغل التلفاز. كنت أشاهده ورأيت سقوط طائرة. إنها إحدى طائراتنا. النار البرتقالية والدخان الأسود يدلان على النهاية المحترقة لطائرة إيمري من نوع DC-8 في طريقها إلى دايتون في أوهايو. سقطت الطائرة في ساحة خردة سيارات على بعد 1.5 كيلومتر شرق المطار، وقد مات جميع الأفراد الثلاثة. جاءت قوات الإطفاء. كان هناك كم هائل من النار ولم يكن هناك أي أمل بالإنقاذ. في اليوم التالي يصبح المكان ندبة من الحديد المحروق، وكأنها في ساحة حرب لأن الطائرة سقطت في ساحة سيارات. معرفة ما حصل وظيفة مجلس حماية النقل الدولي. مرحبا. كانت هناك مئات سيارات مركونة وقد احترق العديد منها، والطائرة اخترقتها مثل السيف. بقيت هناك سيارات محترقة وأجزاء من الطائرات والسيارات. هذا المكان فوضوي. أجل. مع كل هذا الضرر الناري وآلاف أجزاء السيارات، العثور فقط على أجزاء الطائرة سيكون تحديا. جون غوليا من المجلس يقود هذا العمل. ضع هذا مع أجزاء الطائرة. الأجزاء الميكانيكية وخاصة حين تحترق يصبح من الصعب جدا تفريق قطعة سيارة عن قطعة طائرة. نظرت إلى مشهد السقوط حينها وقلت لنفسي نعم، أنا في ورطة كبيرة. لا يمكن فرز الجميع عبر الساحة ليبحثوا عن الأجزاء. يجب أن تكون العملية منظمة ومدروسة. حسنا يا رفاق، اسمعوا، دعونا نبني المقصورة. حسنا، هيا بنا. على المحققين البحث في حطام يمتد عرضه 140 مترا وطوله 1.5 كيلومتر. لا، يبدو هذا كسلك لسيارة. كان كل المحققين يقومون بالعملية الصعبة، وهي تمييز أجزاء السيارات عن أجزاء الطائرات ونفرقها على نحو منظم. سقطوا بالقرب من المطار، أي هناك كان العطل. حصل فورا. كانوا في طائرة مؤن. ربما كانت مشكلة حمولة. تأكد أننا نملك نسخة من قوائم الحمولة في المكتب. الفريق يكتشف اكتشافا مهما، وهو أهم غرضين في أي حادث سقوط طائرة. أحسنتم عملا يا رفاق. وجدنا مسجل صوت المقصورة ومسجل بيانات الطائرة، وقد سرع هذا من التحقيق لأننا أرسلنا هذين الغرضين مع الطائرة التي جئنا بها. الوصف الذي جاءني بشأن الصندوقين هو أنهما تعرضا لحرق قوي، ولكنهما ما زالا في حالة جيدة. يرسل المجلس قطع التسجيل المهمة إلى واشنطن، حيث سيبدأ خبراء المختبر بقراءة البيانات، وفي الوقت نفسه يمكن للمحققين البحث عن أدلة بقدر ما يستطيعون. صباح الخير.
تحدثت للتو مع التحكم الجوي وقال إن الطيارين اشتكوا من مشكلة في مركز الثقل بعد إقلاعهم فورا. أمري 17 لدينا مشكلة توازن شديدة. يبدو أنها مشكلة بالحمولة. أجل، هذا ممكن. لأن التقرير الأول تحدث عن مشكلة في مركز الثقل، كان علينا تحري ما كان داخل الطائرة. يفترض أن يكون هناك 18 وضعية مقصورة لكل منصة. كان علينا أن نمسك بقوائم الحمولة، كان علينا أن نفهم ما كان في المنصات وكم منصة جرى ملؤها وكم مقصورة كانت في الطائرة وما كان فيها. لديك قائمة الحمولة؟ يكتشفون أن طائرة أميري 17 كانت تحمل حمولة عادية ومعظمها من الثياب، ولكنهم يتساءلون هل كانت وضعية المقصورات هي ما سبب اختلال التوازن؟ إذا نظرت إلى الطائرة تعرف أن فيها نقطة وسطية تدعى المركز وأن كل شيء يدور حولها، فإذا كان لديك وزن ثقيل في الخلف فمركز الثقل سينتقل نحو الخلفية وستطير الطائرة على نحو مختلف. حسنا، يبدو هذا أخف من العادي لكنه ضمن حدود الوزن. توزيع الحمولة ليس الفاعل، شيء آخر قد سبب هذا. يلاحق الفريق دليلا جديدا وهو شكاوى سابقة إلى إدارة الطيران الفيدرالية من طياري أميري. يبدو أن عددا كبيرا من الطيارين كان قلقا بشأن طريقة توزيع الحمولة. قالوا إنهم رأوا أربطة وشباكا مهترئة. أتعلم، إذا كانت إميري سيئة في نقل الحمولة فيمكن للحمولة أن كان تتحرك. علينا أن نتحدث مع العاملين الذين قاموا بالتحميل. كيف كانت وضعية المنصات والمقطورات؟ كيف حملتموها؟ كيف أمنتم عليها؟ ماذا لو لم يجري التأمين عليها جيدا؟ ليعرفوا مدى تأمين هذه الحمولات على متن الطائرة يتجه المحققون إلى كاليفورنيا. قررت أن أتجه إلى ساكرامنتو وأرى من قام بالتحميل وكيف فعل ذلك. المحقق جون يعثر على المحملين الذين عملوا على هذه الطائرة. كان لدي شركة تقوم بتحميل وتفريغ الطائرات ومن بينها طائرات أميري، ولهذا كان لدي اطلاع جيد على عمليات التحميل. مرحبا يا سادة، كيف الحال؟ أنا من مجلس حماية النقل الدولي، هل يمكنني طرح بعض الأسئلة؟ كانوا متكتمين في البداية، ولكن مع سير الحديث ومع ذكري أنني كنت أعمل معهم وأنني قمت بما كانوا يفعلون جرى الحديث على نحو أفضل. كما قلت لك، كان عملا روتينيا نقوم به 1000 مرة. من الممكن أن خطأ قد حصل أثناء ملء المقصورات؟ لا، فعلنا كل شيء كما يجب. أي مشاكل في المعدات؟ هل واجهتم مشكلة في إقفال مقصورة أو شيء ما؟ لن نحمل شيئا ما لم نؤكد على سلامته. فهمت. حسنا، شكرا جزيلا، أنا أقدر ذلك. كانوا معترضين على فكرة تحرك الحمولة، قالوا إن ذلك مستحيل بكل تأكيد. برغم كل التأكيدات من فريق التحميل، يحتاج المحققون إلى دليل قاطع يثبت أن الحمولة كانت آمنة. المجلس لا يتبع سوى الحقائق، حتى لو كنت تملك فكرة فعليك أن تثبتها. يتفحصون أربطة الحمولة من الحطام. لو كان هناك تحرك للحمولة فسينكسر الحديد، وهذا معروف باسم مخلب الدب، وهذا سيشير لضرر واضح. حين ننظر إلى هذه المخالب لا ننظر إلى دليل ملموس. إذا كانت المقصورة في مكانها وقوة الاصطدام دفعتها من مكانها فستترك علامات ظاهرة، ولكنهم لا يجدون دليلا كهذا. كل هذه المثبتات تبدو بخير. إذا لم تكن هناك مشكلة في تثبيت الحمولة فلماذا كان الطيران يشتكيان من مشكلة مركز الثقل؟ هل هذا هو التسجيل الصوتي؟ أخيرا، حسنا، هيا بنا. يرجون أن يجلب مسجل صوت مقصورة الطائرة بعض الأجوبة. مرحبا جون، تفضل. شكرا. المجلس يطلب من قبطان الطائرة جون أولبرايت أن يستمع أيضا. يحتاجون إلى شخص يعرف الطيارين، وأنا الوحيد الذي يستطيع تمييز صوت كيفن عن صوت جورج. أنت جاهز؟ حسنا، جيد.
قالوا لي إن ما علي أن أخشاه هو أن كل الطيارين الذين ينصتون إلى تسجيل صوتي للمقصورة يتقاعدون عن الطيران بعد 2 سنين. حين تسمع الأصوات على المسجل، أصوات الطاقم الميت، فقد تكون لحظة مؤلمة ومؤثرة، لأننا نعرف أن هذا الشخص الذي نسمعه لم يعد معنا. 15 ل 15 أضواء الفتحات مطفأة. 15 ل 15 أضواء الفتحات مطفأة. هذا كيفن القبطان ستيبلز. أجل حسنا. وهذا جورج لاند الضابط الأول. إلى اليمين. أنجزت القائمة. حين تنصت إليهم تعرف أنهم محترفون تماما. هم ينجزون قائمة تفحصات وهم يستجيبون على نحو مناسب وكل شيء يبدو طبيعيا. إلى المروحية 16719 أبلغوا موقعكم إلى ميثر. يبدو أنه يحصل على تدليك. وصلنا لسرعة الهواء. سرعتنا جيدة. 150 كيلومترا في الساعة. 150. المصعد بسرعة 150 يتفحصون المصعد. عليك أن تدفع عمود التحكم إلى الأمام حتى النهاية لتأكيد أن المصعد يتحرك. السرعة الأولية. وصلوا للسرعة الأولية، وعند اقترابهم من سرعة الانتصاب استدارت الطائرة وحدها. استدر. راقب الذيل. يبدو القبطان مرتبكا لهذا الارتفاع المبكر. حين يحصل أمر كهذا يبدأ عقلك بالعمل على نحو سريع كي تفهم ماذا يجري. علينا العودة. مركز الثقل قد تجاوز الحدود. خرج بموقف على الفور وظن أن هناك تحركا للحمولة، ولكن التحقيق لم يعثر على دليل لتحرك الحمولة. يستمرون في الإنصات لمعرفة ماذا ساهم أيضا في هذا الارتفاع المفاجئ. أحتاج إلى القوة. المزيد؟ نعم، انعطف يسارا. ارتفع. حسنا. ارتفع. ما أحاول فعله هو موازاة وضعية الطائرة مع المصعد، لهذا أقوم بتمييلها. لحظة. ماذا قال للتو عن المصاعد؟ المصاعد كانت جزءا من الذيل وتتحكم في ارتفاع الطائرة. حين تميل للأعلى تقوم تيارات الهواء برفع مقدمة الطائرة للأعلى، وحين تنزل للأسفل تنزل معها المقدمة. حسنا، ما أحاول فعله هو موازاة وضعية الطائرة مع المصعد، لهذا أنا أقوم بتمييلها. يتساءل المحققون الآن إن كان هناك مشكلة في المصعد. إذا لم يكن المصعد في مكانه المحدد فقد تقلع الطائرة من تلقاء نفسها. هل اقتربنا من المطار؟ انخفاض شديد. أرض. استدر. حذر. أرض. أحتاج إلى القوة. يبدو أن الطيارين حاولوا التحكم في الطائرة من خلال تنزيل الجناح الأيسر وخفض المقدمة. أظن أن الطاقم قام بعمل جماعي مذهل، وتلك التقنية التي حاولوا استخدامها للسيطرة على الطائرة كانت في مستوى متطور، وقد أبلوا بلاء حسنا بما كان متوافرا لديهم، لكن حظهم لم يكن جيدا بما يكفي. لا. ارتفع. ارتفع. سرعة الهواء منخفضة. أرض. ارتفع. بدأت أسمع أصوات ذلك الشيء عدة مرات حين أستيقظ. حين تسمع أصوات أصدقائك قبل موتهم فمن الصعب عليك نسيان أمر كهذا. قاموا بكل ما استطاعوا فعله. حسنا، كان هناك شيء قد أهلكهم من البداية. جون؟ ما زلت أسمعه. إنه لا يتوقف. حسنا، اعتني بنفسك. تسجيل المقصورة ركز انتباه المحققين على مصاعد الطائرة، ولكن ما زالوا في بداية الطريق. سيتطلب الأمر بحثا أكثر ومزيدا من الأدلة لفهم ما سبب سقوط أمري 17. بيانات الأداء من طائرة إمري 17 أصبحت بين أيدي المحققين،
ولأول مرة يمكنهم رؤية كيف تحركت الطائرة في هذه الرحلة القصيرة والمضطربة. حسنا، كل شيء جاهز. وينوون أيضا أن يأخذوا من البيانات ما يفسر سبب هذا الاضطراب. فلنرى ما لدى البيانات عن تحرك الحمولة. الجزء الأهم من عمل مسجل بيانات الطائرات هو إعطاؤنا صورة عن الأداء. يمكننا معرفة كيفية تحرك الحمولة أثناء الصعود الحاد للطائرة. فلنجلب بيانات حطام طائرات الحمولة المتحركة. إنها طائرة فاين إير 101. يعلم المحققون أنه قبل 3 سنوات في ميامي تحطمت طائرة DC-8 أخرى أثناء إقلاعها حين تحركت الحمولة على نحو مفاجئ. مات 5 أشخاص في تلك الكارثة. إحدى الطرق المتبعة هي نظر المهندسين في الحوادث السابقة ومقارنتها بها. حسنا، فلننظر إليها كلها. ومدى الدوران رجاء. المديان مختلفان تماما. هذا ليس تحركا للحمولة. ماذا عن المصاعد؟ انظر إلى هذا. انظر هناك. الضابط الأول دفع العمود للأمام والمصاعد لم تستجب. أترى؟ حدث هنا الانفجار. تظهر البيانات أن هناك مشكلة في المصعد الأيمن. أظهر مسجل بيانات الطيران أن المصعد كان مائلا للأعلى حين كان يدفع. ادفع. بالطبع لا يمكن للطيار أن يطير إن لم تستجب له المصاعد، وأصبح هذا لب المشكلة. ادفع للأمام. أرض. لماذا كانت مقدمة ذلك المصعد مرتفعة حين كان الطيار يريدها نحو الأسفل؟ فلننظر إلى الحطام. ولننظر إلى كل شيء له علاقة بهذه المصاعد. ذهبنا لمصنع التخزين الذي وضعنا فيه كل ما عثرنا عليه من أجهزة تحكم في الطائرة، وخصوصا المصاعد. المصعد لم يكن ممدًا بالطاقة، بل عليه أزرار تحكم لتحريكه. كان فيه كل أنواع الأزرار الموجهة. يتفحصون المصعد من الحطام ليجدوا علامات على الفشل. هذه أعواد دفع المصاعد إذن. أعواد الدفع هي الحجر الأساس في ميكانيك المصعد. تحرك ذراعا التي تحرك بدورها لوح التحكم، ما يجعل المصعد يتأرجح للأعلى وللأسفل. يعلم المحققون أن هناك عودين للدفع، واحد للتحكم في المصعد الأيمن والآخر للمصعد الأيسر. عود التحكم الأيسر كان معطلا. لماذا لم يتأذى الأيمن مثل الأيسر؟ حين نظرنا إلى عود التحكم الأيمن لم نرى أي ضرر أبدا. رأينا ما لم نتوقعه، لو أنه فقط كان مركبا على نحو آمن، ولكن في الواقع كان العود في حالة جيدة. هل لدينا الذراع المتصلة بهذا العود في مكان ما؟ يبحثون عن الجزء الذي يجب ربط العود به. من جديد، ما من ضرر كبير برغم هذا السقوط المروع. بدا وكأنهما ارتطما ببعضهما بعضا واحتكا قليلا، ولكن لم نتوقع رؤية هذا لو أنهما كانا مربوطين جيدا في الوضعية المناسبة. لم نرى الضرر الكبير الذي نراه في العادة. كل هذا يقود لنتيجة غريبة. هذا العود الأيمن لم يكن مركبا. كان من الواضح أن أحدهما كان مفصولا، وكان هناك ضرر ملموس. في إحدى الجهات كان العود مركبا تماما، وفي الآخر لا. إنه اكتشاف كبير. أداة تحكم مهمة للطيران انفصلت على نحو غريب قبل أن تصل الطائرة للأرض. السؤال الكبير هو: هل هذا ما سبب السقوط؟ هل يمكن لعود مفصول أن يسقط هذه الطائرة؟ الدليل لا يكذب. لدينا علامات ظاهرة هناك. يمكننا إجراء التحاليل وتحديد ما سبب تلك العلامات.
المجلس جاهز للاختبارات الحقيقية. طائرة DC-8 نفسها التي قادها الطيارون في أمري هي فأر التجربة. حسنا، فلنفعل هذا. يريد المحققون دراسة كيفية تحرك المصاعد. جيد، أعطني مفتاح البلاغ من فضلك. ليروا متى سينفصل عود الدفع. هذا هو العود وهذه هي الذراع هنا. يمكنكم رؤية هذه الفتحة في الذراع. هنا يجري الربط كما ترون. حسنا، فلنرى ما يحصل حين نحرك المصعد. هيا حرك المصعد. يتحرك هذا العود المتصل بالعمود في المقصورة أثناء ارتفاعها ونزولها على هذه الذراع المتصلة بالمصعد، ما يحركه بالاتجاه الذي يريده الطيار. حسنا، هيا سأفصله الآن. جرى ربطهما ببرغي وعزقة، وكانت العزقة عزقة محصنة، أي إنها تشبه القلعة. وداخل هذه الأجزاء نضع دبوس كوتر الذي سيجمعهما معا. مع انفصال العود الأيمن يطلبون رفع المصعد من جديد. حسنا، حاول الآن. يبدو أن فصل العود يشل حركة المصعد، ولكن هذا لا يرفع مقدمة الطائرة. حسنا، يمكنك التوقف. لا شيء هنا. يبدو أن هذه التجربة لم تجلب أي جواب. دعني أحاول شيئا آخر. وفي مجهود أخير يحاولون تمثيل الاهتزازات التي تحصل في إقلاع حقيقي. 150 كيلومترا في الساعة. القوة الهوائية المطبقة على ذلك المصعد شديدة، ولهذا هو لا يهتز قليلا كما أظهر هنا، بل يطير ويظهر قوة حقيقية. اكتشفوا أنه مع القوة الإضافية يمكن لعمود الدفع أن يثبت مقدمة المصعد في الأعلى. هذا العود عالق برغم أن المصعد يحاول التحرك والطاقم يحاول تحريكه. ادفع. لا يتحرك إلى مكان لأنه عالق في مكانه. مهما فعلت في المقصورة فتلك القوة ستظل قائمة وستعطل قوة التحكم. لقد كانت لحظة اكتشاف عظيمة. من دون وجود دبوس كوتر في البرغي يمكن لعود الدفع أن يعلق. أشار إلينا هذا لماذا كانت الطائرة ترتفع طوال الوقت. كان الاكتشاف الذي أراده المحققون دليلا على أن عودا مفصولا قد ثبت المصعد الأيمن لطائرة أمري 17، ما جعل طيران الطائرة مستحيلا. ولكنهم ما زالوا لا يعرفون سبب الفصل. كان علينا أن نحدد ما سبب انفصال ذلك العود. نعرف أنه مركب من برغي وعزقة ودبوس. السؤال هو هل فشل ربما؟ هل جرى تركيبه جيدا؟ ومن المسؤول عنه؟ يتفحص المحققون تقارير الصيانة ليروا إن جرى أي عمل على تركيب المصعد الأيمن أخيرا. يبدو أن الطائرة كانت تحظى بصيانة شاملة قبل 3 أشهر. المصاعد، ألواح التحكم، الموجه ولوحه، كل هذا جرت إزالته لصيانة شاملة، وأعيد تركيبه في هذا التقرير المفصل والمراوغ. هل معك بطاقة العمل؟ جرى العمل في خدمات تينيسي التقنية في سميرنا في ولاية تينيسي. السؤال هو هل اتبع العاملون الإجراءات اللازمة ثم تفحصوا ما يجب تفحصه؟ يبدو أن كل شيء على أكمل وجه. الأوراق من تينيسي لا تشكو من شيء. يبدو أن الطائرة كانت مؤهلة تماما للطيران بعد الصيانة. حسنا، هل جرى أي عمل آخر على الطائرة؟
أحد الأشياء التي نسأل عنها دوما هو من آخر شخص لمس الطائرة. حسنا يبدو أن خدمات تينيس التقنية لم تكن مكان الصيانة الوحيد للطائرة. بعدما غادرت الطائرة تينيسي كان هناك صيانة لذيلها، وقد حصلت في دايتن في نهاية الأسبوع، وهو مكان تقضي فيه كثير من طائرات إميري عطل نهاية الأسبوع. قبل 3 أشهر من الرحلة المميتة بدل عمال أميري مثبطات المصاعد، وهي أجزاء موجودة بالقرب من عمود التحكم. قد يكون هذا دليلا جديدا. أظن أنه حان وقت زيارتنا عمال إميري، أليس كذلك؟ الطائرة منخفضة. أرض. إذن هل أريتني كيف تبدل مثبطات الطائرة؟ أمد يدي إلى هنا. يتحدثون مع آخر ميكانيكي عمل على ذيل الطائرة في دايتن. ثم أفكه عن المصعد. أحد الأمور التي يبحث عنها العمال دوما هو الطريقة الأسهل للقيام بعملهم. هذا يبدو صعبا. ألا تفصل المصاعد كي تبعدها عن طريقك؟ هذا أمر ممنوع علينا. نعم أعرف، ولكن هل هو صعب؟ الطريقة السهلة لفعل الأمر هي إرخاء لوح التحكم من خلال نزع البرغي والعزق والدبوس، وأيضا من خلال السماح للوح المصعد بالنزول. هذا يجعل من الوصول للمثبط أمرا سهلا وأسرع. كان ذلك سهلا. أتفعل ذلك في العمل الحقيقي أم لا؟ كما قلت، هذا ممنوع علينا. نعم. يقال هنا إنك أنت من قام بالعمل الحقيقي. هل قام أحد بمساعدتك؟ أحد الأمور الواضحة هو التساهل الكبير مع العمل ومع إدارة المكان. قمت بهذه العملية من قبل؟ اتبعت التعليمات. إذا نظرت إلى الميكانيكي اليافع القليل الخبرة الذي يعمل وحده في نهاية الأسبوع ويقوم بأمر لم يقم به مسبقا، ولا يوجد أحد لينصحه ولا يوجد أحد ليرشده أو ليراقب عمله، تجد أنه كان في موقف صعب. سؤال أخير. يقال إن الطائرة حصلت على صيانة شاملة، لماذا أتعبت نفسك بتبديل المثبطات؟ العامل في تينيسي ركبها بطريقة خاطئة. حسنا، شكرا جزيلا على وقتك. أقدر هذا. صيانة شاملة خاطئة في تينيسي وقلة الرقابة في مركز صيانة أميري دفعتا المحققين للتساؤل: هل كان لدى الطائرة مشكلة مزمنة مع الصيانة؟ يبحث المحققون في أداء صيانة أميري، باحثين عن أي علاقة مع سقوط الطائرة 17. لقد كنا الأفضل بين السيئين. هذا ما وجدناه في دراستهم. لم يكونوا مثل شركة فيديكس أو UPS، لم يكونوا مثل إيربورن، ولكنهم كانوا مقبولين. يكتشفون أن برنامج الصيانة المحترم سابقا يبث القلق في نفوس الطيارين العاملين لديه. انظر إلى هذا، تصليحات غير مكتملة، لدينا اضطرابات ميكانيكية، لدينا طيارون يشتكون من المشاكل نفسها من الطائرات نفسها مرارا وتكرارا. لدى شركة إمري سمعة سيئة فيما يخص الطائرات وأعمال الصيانة. هذا لا يصدق، لا يصدق. كنا قلقين جدا من الوقوع في حادث، لدرجة أننا كتبنا الرسائل: ها هي الأمور التي تحصل، إذا لم نقم بشيء فسيموت الناس. أثناء سيري في هذا الطريق ورؤيتي لكل هذا انزعجت حقا
لأن هذه ليست إيمري التي أعرفها. حين لا تراقب الصيانة جيدا فستحصل المشاكل، وهذا بالضبط ما نراه في إيمري. ما حصل واضح جدا. بعد أشهر من التحقيق يعتقد المحققون أنهم فهموا ما سبب سقوط طائرة إيمري 17. علموا أنه في الأسابيع التي سبقت الحادث عمل فريقان مختلفان من العمال على ذيل الطائرة. المجلس لم يكن واثقا تماما بمكان الخطأ، إما في صيانة تينيسي أو تبديل المثبطات في إيمري. أظن أن الخطأ حصل عند المثبطات، فقد رفع العود ببساطة ووضع العزق وانهمك بالعمل على إغلاقها، بحيث نسي وضع دبوس كوتر في العزقة. يظن المحققون أن الطائرة قد أقلعت لفترة وجيزة برغم وجود العزقة المرتخية، وبعد عدة أسابيع تسقط العزقة لأنه ليس هناك شيء يدعمها، والآن بدأ البرغي بالارتخاء أيضا. أجل، ها هو هنا تماما. تشير قراءة صغيرة في بيانات المسجل إلى أن البرغي انفصل قبل 8 دقائق من آخر هبوط للطائرة في ساكرامنتو. من المستحيل أن يعرف الطاقم ماذا يجري في ذيل طائرتهم، ولأن العود المنفصل لم يثبت حركة المصعد استطاع القبطان الهبوط بأمان. أما الإقلاع التالي فمختلف تماما. سرعة الهواء جيدة. سرعة الهواء جيدة. 150 كيلومترا. 150 كيلومترا. مع تسارع الطائرة على المسار تزداد سرعة الهواء أيضا، ما يدفع لوح تحكم المصعد للأعلى ويثبت الذراع على عود التحكم، وهذا ما سبب تثبيت المصعد على نحو مائل. انتبه إلى الذيل. الطائرة تميل للأعلى فورا حتى عندما يدفع الضابط العمود. هل اقتربنا من المطار؟ استدر بها. أحتاج إلى القوة. ارتفع، لا تنخفض. يحاول أفراد الطاقم جاهدين أن يعودوا للمسار، ولكن مصيرهم محتوم. أحتاج إلى القوة. هيا هيا. أرض. لا. هيا. أرض. لا أحد منهم قصد أن يفعل شيئا يؤذي به الآخرين، ولكن أحيانا يكون لدينا هذا السلوك المتساهل والكسول، يتشتت انتباهنا، وهذه الأشياء الصغيرة تقودنا إلى المآسي. بالنيابة عن كل موظفي شركة طيران إيمري نود تقديم تعازينا الحارة إلى عائلات ضحايا هذه الكارثة. في تقريرهم الأخير ينصح المحققون شركات الطيران أن تبذل جهدا أكبر في الرقابة للتأكيد على عدم تفويت أي خطأ. تلقى المسؤولية على شركة إيمري. قالت الشركة إن هذا كان أول حادث قاتل لها في زمن 50 عاما. حسنا، هذا جيد، ولكن فقد 3 طيارين حياتهم بسبب برغي وعزقة ودبوس. قبل أن ينشر التقرير جرى تعطيل هذا النوع عن العمل. بعدما كشف كل شيء قيل، تحركت إدارة الطيران الفيدرالية، سحبت الشهادة من الشركة ومنعت عمل هذا النوع من الطائرات. يحتفظ جون حتى اليوم بتذكار لهذه المأساة. احتفظت به لأنني أستعمله لتعليم العمال الآخرين. أقضي وقتا كثيرا في تشارك هذه التجارب كي لا يجري تكرارها ولا أشعر بالألم الذي شعرت به حين أرى هذه الحوادث.
كان لدى الإدارة إهمال تام حيال الأمان. إذا أردت الأمان فعليك أن تبذل جهدا، عليك أن تحاول وأن تعمل تجاه هذه الغاية.